لفريق جيرونا. أهلا بكم مرة أخرى. أبدأ معك كابتن بالحديث عن هذه المباراة التي سرقها جيرونا إن صح التعبير، أولا بإضاعة برشلونة للهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم بتحويل تأخري بهدف إلى هدف تعادل، ثم إلى هدف انتصار ينتهي ب3 نقاط في غاية الأهمية لجيرونا تبعده عن منطقة الهبوط. صحيح، فريق برشلونة ضاع الانتصار في الشوط الأول نتيجة للرعونة نوعا ما، خصوصا لامين يامال في الانفراد وفي البينالتي. وانا اعتقد فريق جيرونا عمل ماتش كبير جدا. جيرونا هذا الموسم تعادل مع ريال مدريد وفاز على برشلونة. فكحت من هذه افضل مباراة لجيرونا هذا الموسم. بالظبط. ولكن ما كانش فيها اعتراض على ضربة الجزاء، لان داني بلينت دخل على اولمو باعتراف الجميع، وواضحه جدا ان في عملية دهس. عندي اعتراضين في هذه المباراة. الاعتراض الاول على الهدف الثاني بتاع فريق جيرونا، لانه واضح ان في عملية دهس 100% لقدم كوندي. واذا كان الحكم ما شافهاش فالمفروض الفار ما يفوتهاش. واضحه جدا جدا جدا. اللعيبه بتاع برشلونه وقفت والحكم امر باستئناف اللعب، ممكن الحكم ما يكونش شافها. ايضا سهوله الاهداف اللي تدخل فريق برشلونه، كيف يعقل اللاعب في منطقه ال6 يارد فري خالص، مفيش اي رقابه، ليمار بيسجل هدف، اعتقد اسهل هدف هيسجله في حياته. ثم تاتي هذه اللقطه الجدليه، اوكي الكره مشيت وانت اخذت الكره، لكن في دهس على مقربه من الحكم. قال لك يمكن الفار يصلح، وزي ما قلت لك الفار الحكم ما شافهاش. وحتى تبرير الحكم كابتن فليك ولاعبي برشلونه بعد نهايه المباراه كانوا يقول بانه وصل الكره، لكن في النهايه كان هناك دهس بعد وصول الكره. انا ممكن اخذ منك الكره وبعد كده اضربك يبقى مخالفه عليا. فانا اعتقد ان خطا كبير جدا من الفار ومن حكم المباراه في هدف جيرونا الثاني. ولكن لو رجعنا للاحصاءات هنلاقي ان فريق برشلونه صوب 27 تصويبه على المرمى، جول اتمتس، منهم 4 فقط اون تارجت، يعني انت بتتكلم بنسبه 14-15%. في الناحيه الاخرى هتلاقي 13 كوره لجيرونا مقابل 9 لاون تارجت. عمليه دهس واضحه مليون في الميه، ملهاش حل. اوكي الحكم ممكن يكون ورا اللاعب بتاع جيرونا مش شايف، طب اين الفار؟ انا اعتقد الحاله دي لم تراجع كويس جدا، لان هي فاول وهدف غير صحيح من وجهه نظري. اوكي الكره مشيت والراجل خد الكره، ولكن في دهس ماشي، الحكم ما يشوفهاش لان لاعب جيرونا مداري عليه تماما، ولكن واضح ان في عمليه ثم عادت الكره الى المنطقه اللي كان موجود فيها يعني كوندي، يعني حتى حرم من حقه في اعاده الدفاع. لو كوندي عايش في اللعبه دي كان ممكن يعمل عمليه بلوك، او ممكن يضغط على مسجل الهدف الثاني. خلينا ناخذ راي كابتن ياسر من ناحيه مبدئيا كوندي برا المباراه اساسا فنيا صح يمكن من اسوء مبارياته، يمكن حكم الفار يعني اعتبر انه هو مش موجود. لا انا بالنسبه لي هي خطا، لكن السبب لانه زي ما تكلم الكابتن هيثم، يعني الفار مستحيل انه ما شاف الدهس، لكن بناء على انه الكره كانت انه اللاعب لمس الكره ولعب على الكره في البدايه ومن ثم حصل الدهس، هذا يمكن يكون التبرير الوحيد لحكم المباراه. لكن انه ما شاهدها يعني حكم الفار مستحيل. حكم الساحه لم يشاهدها لانه كان في لاعب مغطي على الحكم، لكن حكم الفار انا اعتقد انه التبرير الوحيد اللي هنا اللي هو لمس اللاعب او مشاركته في الكره بعدين حصل الدهس. لكن رغم لمسه للكره هو تهور يعتبر، يعني ضرب قوي، يعني تدخل على لم يحمي المنافس واكمل هنا بالدهس على قدم. لا هي اصابه، يعني هذه قد يعني تسبب إصابة قوية على اللاعب، يعني ليس مجرد أنه لا يستطيع تكملة الهجمة. يعني حظ كوندي يمكن جسمه أصلا مايل وبالتالي ما تعرض لإصابة كبيرة. على فكرة كابتن ياسر هو ممكن ما يكونش قصده، إنما هي مخالفة. أيوة هو يعني هو مش قصده يضربه، بس هو الكابتن يقول لك التحكيم ليس بالنوايا بالأفعال. بالضبط. لا الموضوع مش بالقصد، هو الموضوع أنا زي ما قلت لك في القانون اللي يتكلمون، اللي أنا طبعا ضده يعني بنسبة 90% في بعض أكثر الحالات، اللي هي انه لمس اللاعب الكره قبل، والكابتن مدافع ويعرف احيانا المدافع ياخذ الكره ويكمل عليه، ياخذ الكره، ولكن استمرار القدم بعد الكره محاوله ايذاء، يعني اي محاوله ايذاء. هذه صراحه يعني انا من وجهه نظري انها خطا، ولكن التبرير ننتظر تبرير من يعني حكم يعطينا. احنا يمكن من اللقطات الشهيره في كره القدم هي خروج الحراس لالتقاط الكرات في الهواء واستخدام الرجل. احيانا يعاقبون بركله جزاء اذا تعرض ايذاء اللاعب المنافس حتى لو اخذ الكره. صح. وهذا تعتمد زي ما قلت لك، تعتمد على نيه الحارس نفسه. يعني اسالني انا كمهاجم لما نشوف ركبه الحارس طالع، حتى احيانا يمد القدم تعمد فيها، لانه كان القانون يحمي الحارس في منطقته داخل ال6 ياردات،
الحارس ممنوع اللمس. الآن أصبح يجب أن يكون الحارس مسيطر على الكرة علشان يمنع مظبوط تحصل مخالفة في بس كنت ذكر نقطة مهمة، هي أن برشلونة وصل بكمية تسديدات كبيرة جدا، لكن واضح أن لديه مشكلة في إنهاء هذه الفرص. صحيح تحدثنا عن 25 كرة ما بين القائمين والعارضة في صحيح. كل هذا الموسم أكثر فريق في أوروبا، لكن في النهاية إن لم تسجل يسجل في مرماك. أنا بالنسبة لي لا تكمن هنا المشكلة. الوصول، مجرد وصولك إلى المرمى هذا بحد ذاته معناته أن أنت قاب قوسين أو أدنى من التسديد، بس ما يكفي. المصيبة هي في الوصول إلى مرماك في كل مباراة. أنت يجب أن يعني تشوف الأمر المقابل المضاد المعاكس له. اليوم المفاجأة كانت في الشوط الثاني هي أن تفوق جيرونا بدنيا على برشلونة. لاحظ كابتن جيرونا 12 تسديدة 9 اون تارجت، وهذا يمكن السبب اللي يبرر لماذا اختير غارسيا بجائزة الطلاع في هذه المباراة. 9 كرات بين القائمين والعارضة من 12 تسديدة، يعني تقريبا 75%، مقابل 4 لبرشلونة من 24 تسديدة. أنا أتمنى أنه التيم عندنا المباراة القادمة يجيب لك إحصائية لغارسيا في جميع مباريات برشلونة، راح يعني تجد أن في كل مباراة تقريبا له سبب في انتصار أو كسب برشلونة للنقاط غارسيا، لأنه طريقة اللعب اللي يعتمدها فليك يا ناس هذه يعني دائما تضع برشلونة على فوهة البركان. دائما عندما يتواجد اللاعب المهاجم أو لاعبين مهاجمين يملكون إمكانيات يستطيع أن يكسب المباراة أمام برشلونة لسهولة الوصول واختراق الدفاعات برشلونة الدفاع المتقدم. نشاهد اليوم كوندي مثلا، هو معلومة كابتن سريعة رد عن سؤالك، في أول 16 مباراة 41 تسديدة على مرمى برشلونة تصدى لها غارسيا. طيب شفت أنت لاحظت هل هذا معدل أكثر من تسديدتين في المباراة الواحدة؟ ممتاز. طيب هل هذا منطقي؟ لا، نسبة عالية طبعا. طيب كم نسبة اللاعبين اتلتيكو مدريد بما أنه يملك لاعبين على يعني إمكانيات كبيرة وعالية، أصبحت النتيجة الشوط الأول 4 أهداف أنهى المباراة. جيرونا من الشوط الأول لو كان يملك نفس الإمكانيات اللاعبين اللي لدى أتلتيكو كانت المباراة منتهية من بدري. مظبوط. واستطاع كان أضعف خط هو خط المقدمة في جيرونا هذه المباراة. صحيح. لا أضعف، كنا نتكلم أنا وياك تحت الهواء كنت محمد أنه الثلاثي الهجومي بالنسبة لجيرونا هو أضعف خطوطه. تعال شوف فرضا بالنسبة للدفاع، المقارنة ما بين دفاعات برشلونة ودفاع جيرونا رغم اللي تحصل عليه من هجمات من قبل هجوم برشلونة، ولكن قوي دفاعيا. نعم، ولكن لا، المقارنة ظالمة حتكون. هجوم برشلونة هجوم قوي على المستوى الفني وعلى المستوى الفردي والجماعي كذلك، ولكن تعال شوف لاعب مثل فرضا ريس، لاعب مانشستر سيتي المدافع رقم 12، هو لاعب انا اعتقد بعد مباراه اليوم انه جوارديولا سيطلب عودته، يعني هيرجع هو اعاره. ايه اعاره حيطلب اليوم 26 تمريره خاطئه وحيده فقط. تخيل، هذا يدل على ايش؟ يدل على شيئين بغض النظر عن امكانيات اللاعب، ولكن بدايه الضعف في الضغط العالي بالنسبه لبرشلونه. الشوط الثاني لامين يامال خارج المباراه، رافينيا نزل معدله اللياقي والبدني كثيرا، كوندي لا يساند في الهجمه، مارتن ضائع تماما حتى على مستوى التغطيه. دفاعات برشلونه الان الهدف اللي تسجل هدف ليمار مثلا، تخيل ان مرتين الكره تعود الى لمس اللاعب من غير تغطيه. كوبارسي يقطع الكره الاولى ومارتن يعيش في سرحان تارك ليمار له الاسبقيه يعني في داخل 6 ياردة ويستطيع ان يسجل. طبعا هنا غارسيا هذه من الكرات اللي غارسيا ابدع في استخلاصها. نسبة تصديات كابتن منذ بداية الموسم 83.3% من اجمالي التسديدات النهارده في الموسم. 9 من اصل 12 يعني انت بتتكلم في 75%، منهم 2 سجلوا اهداف، يعني هو انقذ 7 اهداف محققه. وكل مباراه ترى كابتن تصير بالظبط. في تحول بطيء لبرشلونه من ناحيه الهجوم الى الدفاع، وانا اشوف في نقطه مهمه جدا زي ما اللعيبه اخطات النهارده، انا اشوف هانز فليك برضه اخطا بخروج رافينيا ما يخرجش. بس هو واضح كابتن انه قبل المباراه هو اتخذ هذا القرار، لان في الدقيقه 60 بالضبط غير رافينيا، ربما خائف عليه من الاصابه انه عاد من اصابه عضليه. ما ابداش بيه يا كابتن، اخليه قاعد معايا اللعيبه يحصل التحامات ويحصل استنزاف للطاقه ثم يشارك شوط ثاني في الشوط الثاني او ينزل في نص الشوط الثاني، انما ما ابداش بيه واخرجه. طيب ما اخطا ايضا بعدم اشراك كانسيلو
واحنا اتفقنا ان كوندي قدم كان مباراه لازم اخرى يشتغل. متواضعه جدا. انا اعتقد ان ايريك جارسيا عنده اصابه، لان هو مش معقول هيخرجه من ناحيه. لا إيريك اكيد مصاب، حتى خرج تقريبا صح. كانه يبكي كابتن. أنا شاهد كمدرب- لقطه خروجه أنا كمدرب. كان مستاء بالظبط. وضرب الكرسي. انا عمر اعتقد مدرب. انه اصابه غالبا يمكن في العضله الخلفيه. بالظبط، عمر ما مدرب يغير لعيب فنيا ويروح يطيب خاطره، لان هو راح يساله عن الاصابه، فالراجل كان متضايق وخبط الكرسي زي ما انت قلت. بنزول اراوخو ديفنس برشلونه اتكشف تماما. اراوخو في يوم من الايام كان بالنسبه لي من افضل المدافعين في العالم، كان بيستخدم كجوكر، يلعب باك ليفت، يلعب نص ملعب، يلعب قلب دفاع، يلعب على فينيسيوس جونيور ناحيه اليمين ويقدر يقطع منه. هذه لقطه خروج بالظبط، إيريك كابتن، بالظبط. واضح دي انه إصابة. حزين جدا. واضح دي اصابه. انما اراوخو في بطء شديد جدا ومش قادر يظبط التسلل، وده النقطه اللي استغلها جيرونا، وكان ممكن يسجل اهداف عديده جدا. عشان ما نبخسش حق جيرونا رغم ان في مخالفه في الهدف الثاني، فعمل ماتش كبير جدا من اجمل الماتشات اللي عملها فريق جيرونا النهارده، ولكن انا مصر عند كلامي، الهدف الثاني فيه خطا كبير جدا، هدف غير شرعي. نشاهد مرة أخرى لقطة خروج غارسيا وربما ردة فعل اللاعب على مقاعد البدلاء. بكل هذا الحزن ياسر تؤكد فعلا بأنه كان تغييرا اضطراري لاحظ. لا مصاب. حزن صحيح. يا لا خصوصا التوقيت، انت تتكلم، احنا تكلمنا بدايه المباراه اللي 7 مباريات خلال 21 يوم، هي مباراه. وارجع واقول لك بالنسبه للمدافعين، يعني حتى لو تعمل حسبه حسابيه حتى بالنسبه لمدافعين برشلونه، المقدار اللي يعانون منه في محاوله تغطيه كسر الاوفسايد او التسلل، تجد انه تقريبا انه موضوع فتح مرهق على الرباعي، فتح الخطوه او على خط الوسط. صح. يعني فتح الخطوه او السبرنت قد يكونون اكثر من لعيبه وسط الملعب كمعدل في المباراه. لكن مثل جارسيز يعني في التوقيت هذا هو يعي تماما الان انه اقل ما يمكن هو 3 أسابيع الى 4 أسابيع غيابه عن المشاركه في مثل هذه اللحظه، وهو لاعب يعلم تماما انه الان دخول مرحله الحسم والاستقرار مهم بالنسبه للفريق، فهذه توجع اي لاعب صراحه. لكن انا اعتقد انه يعني زي ما يقول المثل عندنا بالخليج، الشق اكبر من رقعه. يجب على رقعه من الاكبر، شق اكبر، رقعه صغيره. شق اكبر. لان فليك يعني العناد والاستمرار في العناد على عدم ايجاد الحلول لما يحصل في دفاعات برشلونه سوف بس الشق هو في يكلفها. اسلوب اللعب ولا في امكانياته العناصر المتوفره؟ في اسلوب اللعب، في اسلوب اللعب من وجهه نظري، وانا من وجهه نظري اكبر مثال واضح يعني وصريح. طالبه بالتغيير بايقاف اللاعب بمصير التسلل. نعم. بس يعني هم رحمة. ال3 بونت النهارده كابتن ياسر في رقبه لامين يامال. كيف؟ في رقبه لامين يامال. لا، ولا ولا ركلة تحصل. جزاء. طيب لحظه، انت اذا بتتكلم على كذا، هو خلينا اعتبرها انه سجل جول لامين يامال، كم هجمه ضاعت انفراد بالنسبه لجيرونا؟ معاك. بس لامين ايضا ضيع انفراد الشوط الاول. بالظبط. هو ضيع هدفين طيب، محققين في الشوط طيب، الاول. فران توريس النهارده، فران توريس غائب تماما. اوكي طيب، هداف لكن الفريق. انا اتفق معك، ولكن هذه كره القدم في النهايه، مظبوط. انه امر طبيعي انه احيانا مهاجمينك لا يسجلون.